الدولي اثناء الثوره بقى. وحضرتك يا باشمهندس عارف طبعا في ضوء يعني خبرته في المقاولات ان الثوره دي ريفوليوشن دي من القوى القاهره. قوى قاهره بقى رسمي يعني مش هنقول بقى ماتش طبعا دي حاجه ماتش حصل فيه يعني حوادث او حوادث قتل لا احنا بنتكلم على ثوره. ثوره دي رسمي يعني قالوا ايه بقى مش حادثه. رد الاتحاد الاول قال لك لا العقد شريعه المتعاقدين، بمعنى حضرتك طالما العقد بتاع اللاعب ما فيهوش حاجه اسمها القوى القاهره، وانا رجعت فعلا للعقود ومفيش بند القوى القاهره في عقود اللاعبين، اصبح انت النهارده ودي برضو المفروض تراعى يعني انا مستقبلا في العقود لان هي طبعا يمكن احنا في مصر هنا يعني لم نتعرض كلنا. رد الفعل انا شغال في شركه مقاولات، احنا اول مره نفعل البند بتاع القوى القاهره ده يعني في مصر هنا من سنين طويله. احنا بند القوى القاهره ده ما تعرضنالوش غير السنه اللي فاتت بالظبط. فده طبعا ما كانش في تفكير حد. فاللي حصل ان هو فعلا زي ما الباشمهندس قال هي عمليه هتبقى بالتوافق اولا واخيرا. بالظبط بالتوافق. اتفقنا ان هي فعلا بتوافق ما بين اللاعبين والانديه. ولو ان انا في الانفصال ده طالما ما فيش لائحه واضحه انا عارف ان هيحصل مشاكل في بعض الانديه. اكيد مليون في المية. المهم نرجع للاجتماع يا باشمهندس، يمكن حضرتك كنت موجود. عايز اعرف الدواعي اللي ادت الغاء الدوري او ايه الاسباب اللي طرحت قدامكم ولغيتوا على اساسها الدوري العام. نمره واحد انا علشان استكمل الدوري لازم يبقى فيه عقوبه واضحه للنادي المصري. يعني انا استكمل ازاي؟ بوجود النادي المصري ولا بعدم وجود النادي المصري؟ مش ده عايز قرار؟ عايز قرار. ده ما استكملش حتى الدور الاول. طب والماتشات اللي ما اتلعبتش في الدور الاول دي هنعمل فيها ايه؟ طب والنتائج اللي قبل كده هتعمل فيها ايه؟ كل ده مش عايز قرار؟ انا في تصوري هاخد وقت. يعني انك تاخد قرار في الموضوع ده هياخد وقت. ليه؟ لان ممكن اتحاد الكوره صحيح ممكن ياخد قرار بس ممكن برضه الانديه تطعن عليه وبعد كده ممكن يتصعد للفيفا وممكن يحصل مشاكل. واخد بالك؟ ده نمره واحد. الجدول الزمني اصبح دلوقتي هو اصلا كان عنده عجز على ما فهمنا برضه النهارده ان كان في عجز 10 اسابيع عنده. طب الغاء الهبوط والصعود ما هي دي برضه يعني ما فيش صعود وايضا ما فيش هبوط طبعا هي السنه الثانيه على التوالي. ما هي دي مشكله طبعا لان انت حضرتك بتلعب مسابقه بلا حوافز. سواء بتاع الدرجه الثانيه هو بيلعب ليه دلوقتي؟ هو من يعني ما هو الدرجه الثانيه برضه انت ظلمت لعيبه يعني انديه الدوري الممتاز به. بالظبط كده طبعا. يعني اذا كان اللي في الدوري الممتاز الف هو مبسوط وفرحان انه هيلعب للسنه الثانيه فاهمني دوري عام واضواء وشهره. طب ذنب الناس اللي في الممتاز به ايه؟ معانا بقى في الحته دي معلش يا باشمهندس اسمحكم المهندس او الاستاذ محمد بليغ نائب الدكتور محمد بليغ هو نائب رئيس مجلس اداره نادي الشمس. برضو من حقهم الناس دي انها نعرف رايهم ايه في هذه القضيه. دكتور محمد ازي حضرتك؟ السلام عليكم. ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ ازي صحتك؟ يمكن كنا بنتكلم على الغاء الدوري والغاء الصعود والهبوط ولسه كنت بتكلم مع الاستاذ او المهندس محمد بدر وايضا المهندس شريف حبيب عن ما ذنب انديه الممتاز به في ان هي ما يبقاش فيه منافسه او ما يبقاش فيه صعود للدوري الممتاز. ايوه يا فندم. راي حضرتك؟ برحب بالمهندس بدر والمهندس حبيب وطبعا بحضرتك برنامجك الممتاز الناس كلها بتتابعه. اهلا بيك. احنا في نادي الشمس يعني لا اخفي عنك سرا ان احنا فعلا متضررين من الغاء الدوري قرار الغاء الدوري. احنا النادي عندنا ميزانيه كره القدم ميزانيه كبيره واللعيبه عندنا لعيبه واعده وصاعده واحنا مهتمين بكره القدم كلاعب يعني في نادي الشمس. يمكن قبل كده احنا كنا بنلعب في الدوري العام لو تتذكر حضرتك وكلنا امل ان احنا ننافس في الدوري الممتاز. ولكن طبعا قرار الغاء الدوري دوت اصاب اللعيبه واصاب المدربين والجهاز الاداري والفني ويمكن اعضاء مجلس الاداره يعني اكتئاب واحباط. لكن انا بصراحه برضه مقدر يعني لو نظرت نظره الظروف اللي البلد بتمر بيها يا دكتور. ظروف البلد يا فندم بالظبط واللي حصل في بورسعيد والاحداث والشهداء اللي هم يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد بيهم ان هم ياخدوا نحبهم في الاحداث الداميه بتاعت مباراه الاهلي والمصري. فده يمكن شويه يعني هل في موقف نادي الشمس يا دكتور؟ يعني هل في موقف نادي الشمس في هذا الصدد ولا الامور هتسيبوها برضو زي ما انت قلت حضرتك كده التقدير للشهداء والكلام ده؟ والله يا فندم احنا يعني ده الانطباع الشخصي في الوقت الحالي. لكن احنا في اجتماع مجلس اداره هيتم ان شاء الله وبناء عليه هيتم اتخاذ ان شاء الله نصدر بيان ويبقى في يعني قرار لينا في مجلس الاداره في نادي الشمس ان شاء الله. دكتور محمد بليغ نائب رئيس مجلس الشمس بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني البيان
ممكن يكون في اعتراض بشكل مهذب زي ما هو قال، ممكن يكون في موافقه على الكلام ده لمراعاه مصلحه البلد. كان ليك حضرتك تعليق قبل ما نروح ندخل على انا عمليه الغاء الدوري؟ الوضع اللي احنا فيه ده بنجني ثمار التخبط بتاع السنين اللي فاتت كلها، مؤكد بالظبط يعني. من اولها بتاع الغاء الهبوط السنه اللي فاتت، رغم ان احنا مقاولين عرب كنتوا من الفرق اللي كنا من الفرق، واحنا يمكن انا شخصيا كنت متوقعه وقلت ده هنجني ثمار الخطأ ده لفترات طويله. الحاجه الثانيه ان احنا سيبنا منظومه كره القدم كده ماشيه، لا تامين لملاعب ولا هل طلعت مره لجنه لاي ملعب وقالت ده الملعب ده يفتقد الامان؟ مفيش. هو مفيش عندنا حتى في اتحاد الكوره لجنه ملاعب، انت عارف بمناسبه او لجنه بالاسم ولم تفعل من سنين طويله. طب بالمناسبه دي يا باشمهندس، في موضوع اللجان ده في الفيوم عندنا هارونا لجان علشان يعني ماتشات معينه. لا بيمسكوا يعني الانديه الغلابه يهروها لجان، يعني جات لنا اللجنه دي اكتر من 7-8 مرات، واعمل مش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه، بس وسنوات كتير جدا ما كانش فيها التامين. انا هقول لحضرتك، هو اللجنه اللي بتطلع مع احترامنا الشديد لهم بتفتقد الى خبرات اللي هي للمعيار الامان، ده موجود في الاتحاد الدولي. انا بقول لحضرتك لو حطيت معايير الاتحاد الدولي مش تنفع هنا، مفيش عندنا ولا استاد، انا بقول لك مش تنفع هنا ولا احنا حتى قريبين بنسبه 70%. بالظبط. يمكن هو استاد ولا 2 برج العرب على استاد القاهره بنسبه 70%. الحاجه الثانيه ان حضرتك احنا عندنا المشكله كلها اللي بتظهر كل سنه دي نتاج ان الدخل بتاع كره القدم كله لا يكفي قد المصروفات. دي دخل بالنسبه للانديه ولا بالنسبه للمنظومه ككل؟ ولا نادي في مصر. انا هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا بالظبط حوالي اقل فرقه كوره هتصرف 30 مليون جنيه، ده المتوسط العادي جدا. يعني لو انا عندي 16 نادي يعني عندي 480 مليون جنيه عايز اجيبهم، يعني حوالي 500 مليون، وانا اعتقد ان الرقم الحقيقي اكتر من كده. الدخل اللي طالع كله من الكوره فضائيات، اعلانات، تذاكر، لان عندنا حضور جماهيري طول السنه ما يجيبش الرقم ده. ما يجيبش الرقم ده، بس في انديه مغطيه نفسها ولا نادي. لا ازاي؟ انا هقول لحضرتك ولا نادي. يعني هل الاهلي والزمالك مش ولا نادي؟ الزمالك مديون واحنا عارفين كلنا. ما هقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي كمان احنا عمليه التداخل، انا لما اجي معلش مع احترامنا لاي نادي ان هو ياخد نشاط ان هو بيأجر محلات ويصرفه على الكوره، ده تداخل. ده غلط. انا بصرف دخل ده مش للكوره. لا بس هو نادي الزمالك بيحاول ان دي حاجه ملكه هو، فبيحاول يوجد موارد، دي حاجه كويسه. وخلي بالك في انديه كتير جدا قللت الزمالك اول ما طلعت البوتيكات دي. البوتيكات دي بتدر فلوس، ممكن تدر فلوس كتيره جدا نادي الزمالك، بس ده مش هينفع مع الاحتراف بقى، مع دوري المحترفين اساسا. دي قصه ثانيه. ما هو اساسا احنا ما هو ده مكمل لده. احنا هقول لحضرتك حاجه، ميزانيه الزمالك مع اللي بيحصل ده معروف انها بالناقص، معروف انه مديون، مش حاجه. والاهلي انت لو فصلت النادي الاهلي ككوره من غير الدخل الاخر والمعونات والتبرعات والدعم ده وكاله الاهرام والكلام ده كله هتطلع خسران. ميزانيه لو جربت كره القدم هتطلع خسران. ونادي الزمالك كان عنده عجز 7 مليون اخر حاجه، اخر تقرير كان عنده عجز 7 مليون في الميزانيه بتاعته. اكتر يا فندم، لكره القدم لوحدها هتطلع اكتر بكتير. فانت عندك لو ما حلتش المنظومه دي هتفضل في نفس الحكايه كل سنه. الاسماعيلي بيعاني، المصري والاتحاد بيعاني وبيدور، مفيش حاجه اسمها كل سنه عايز واحد عشان يدفع المرتبات. فانت لازم، انا في رايي عشان تحل القصه دي كلها ملهاش غير حل واحد يمكن يزعل الناس. ان عندك لازم تشفر الكوره. لا يوجد دخل هتقدر مهما عملت. انت حضرتك قناه فضائيه بتدفع 4 مليون 5 مليون 6، كل ارقام ما عادتش بالظبط تماثل اللي بيحصل. انت لو ما عملتش تشفير للمباريات، لو انت عملت في الشهر ب 10 جنيه هتلم اضعاف الرقم بالزبط. ده يعني برضو هي قصه، عارف يعني متداخله مع بعضيها. موضوع الدوري، الغائه، كاس مصر، لعيبه، عقود، كل الكلام ده كله طبعا يعني ما فيش شك ان هناك طرف اخر. باشمهندس محمد وايضا المهندس شريف معايا في القصه دي. الطرف الاخر هو نادي المصري وبورسعيد، يعني برضو ده يعني هنشوف، عايزين نعرف موقف المصري وبورسعيد عموما والرد الفعل في الشارع البورسعيدي هناك في بورسعيد من خلال هذه القرارات اللي اعلنت عنها
النهارده اللجنه التنفيذيه باتحاد كره القدم. معانا مراسلنا اسامه التفاهني. اسامه. كابتن طارق العزيز، كابتن طارق يحيى، اهلا بيك وكل مشاهدي قناه الحياه، وبالافاضل المحترمين الاستاذ محمد بدر والاستاذ شريف حبيب. اسامه، يمكن عرفنا بعض او القرارات اللي اتقالت النهارده: الغاء الدوري، ثم عمل دوره تنشئه ما فيهاش النادي المصري، كاس مصر يعني هيقام، ولكن بعد ما نشوف قرار الفيفا او قرار اتحاد الكوره او واتيفر اللي منوط بهذا القرار. يعني رد الشارع البورسعيدي وبورسعيد عامله ازاي دلوقتي يا كابتن طارق؟ امبارح تعلم حضرتك ان بورسعيد كانت بتموج بمسيرات الاحتجاج ورفض هبوط المصري بعد ما تم التلويح بان المصري سوف يتعرض لعقوبه الهبوط القسم الادنى على خلفيه الاحداث الماضيه. النهارده كان بورسعيد كلها بتنتظر اجتماع اتحاد الكوره، والكل التليفونات لم تتوقف والدخول على المواقع لم تتوقف، وبسرعه البرق انتشر القرار عن الغاء الدوري وانشاء دوره تنشيطيه بدون المصري. والكل اصيب بحزن فظيع جدا، والكل اصيب بهلع وخوف من ان هذا القرار سوف يصيب المصري بحاله من انفراط العقد وابتعاد الجهاز الفني الكابتن حسام ابراهيم حسن وابتعاد اللاعبين. وتعلم ان عبد العزيز توفيق اللاعب المصري القادم اليه كان اول الفاتحين لهذا الباب طالبا الرحيل عن النادي المصري، وقال ان هذا الامر سوف ينسحب على بقيه اللاعبين. اول رد فعل رسمي كابتن طارق صدر بعد انا كلمت الاستاذ البدري فرغلي عضو مجلس الشعب اللي بيتولى الملف القضيه من اولها، على اعتبار ان بورسعيد دلوقتي بلا محافظ حتى هذه اللحظه. يعني البدري فرغلي مع حفظ الالقاب. لا قول لي رد الفعل يا اسامه بعد اذنك، قول لي رد فعل الشارع البورسعيدي بعد هذه القرارات النهارده. يعني انت حسيت بايه؟ البلد حزينه جدا جدا وخايفه جدا على المصري. قالت ان القرار ده هيساهم في انفراط عقد النادي المصري، اللعيبه هتبتعد والجهاز الفني هيبتعد والناس حزانه جدا جدا جدا. لكن ترجم الحزن ده زي ما قلت لحضرتك كابتن طارق البدري فرغلي عضو مجلس الشعب، وقال ان هو طبعا وصف القرار بالعنصريه وانه بيسيد المشكله عمقا ولا يساهم في حلها، وكان الاقدر ان اتحاد الكره ينتظر العقوبه الفيفا عندما حل الملف بالكامل اليه. ما احنا مش عارفين العقوبه هتيجي امتى او القرار. المهم يعني طب كان في اجتماعات امبارح من بعض اللجان عندك في بورسعيد والنهارده، يعني قول لنا بايجاز شديد جدا ما اسفرت عنه هذه الاجتماعات يعني من القيادات اللي موجوده في محافظه بورسعيد. هو اجتماعات مش للقيادات يا كابتن طارق، خلينا نقول اجتماعات شعبيه او يعني جماهيريه، خلينا نقول اجتماعات جماهيريه كلها بترفض قرار هبوط النادي المصري. وهو ما فيش قرار هبوط خلاص، ده هم لغوا الدوري كله يا اسامه. نعم، وبترفض برضه النهارده برضه هيعملوا، قالوا ان هو هيعملوا يعني جمعيه عموميه ثانيه او اشبه جمعيه عموميه ثانيه بترفض قرار اقامه الدوره الوديه من غير النادي المصري، وان يعني بترفع الامر لاولي الامر في بورسعيد لمخاطبه مجلس الوزراء والمجلس العسكري لايقاف العقوبات على هذه النظام باسم هذا الشكل الذي تم في اتحاد الكره اليوم. يعني هم طالبين عقد الجمعيه العموميه ولا ايه؟ اصل هو يعني اكثر من اجتماع لاعضاء النادي اتلم تحت جمعيه عموميه دون جهه اداريه تدعو اليه، فهم بيسموه اي اجتماع بيسموه جمعيه عموميه. يعني اعضاء النادي بيجتمعوا في نادي مثل البنوك المطل على شاطئ البحر يسموها جمعيه عموميه. وتعلم حضرتك ان جمعيه بتتم بدعوه الجهه الاداريه. الفريق بيتمرن يا اسامه؟ يا فندم؟ الفريق الكوره بيتمرن ولا ما بيتمرنش؟ اطلاقا يا كابتن طارق. يعني كابتن طارق سليمان ياتي الى الملعب، خلاها حتى اختزلها الاربعاء والخميس، برضه ظل الحاله مع هو عليه ابناء بورسعيد كريم ذكري اسامه عزب مع 10 من لاعيبه النادي المصري الناشئين، وابتعاد الفريق الاول بشكل كامل، وكان هناك اتفاق على هذا بين اللاعبين بعضهم البعض. اسامه التفاني مراسل ملاعب اليوم من بورسعيد، بنشكرك شكرا جزيلا. عندي تواصل هنا مهندس محمد بدر وادم شريف حبيب على الفيسبوك. في عمر بيسال يعني دمج ليه ما بنعملش دمج بين انديه الشركات والانديه الجماهيريه؟ ده سؤال برضو مهم جدا خاص بحضرتك بصفتك انت رئيس مجلس اداره. بمعنى ايه الدمج؟ يعني مثلا شركه زي ترعى نادي سين او صاد من الانديه الشعبيه عشان يحصل نوع من التوازن. هو قصده توازن ما بين الانديه الشعبيه اللي ما عندهاش موارد وبين الانديه الشركات ليها موارد يعني. تمام. هو دلوقتي حضرتك الموضوع ده كله هيتحل بوجود دوري محترفين. خلاص دوري محترفين دي شركات. شركات دي شركه الشركه دي
هتمثل اللي عاملين الشركه وبيلعبوا في دوري منفصل، والانديه الجماهيريه يا هتكون شركات يا هتلعب في انما انا طب ما انا عندي فريق وعندي وحاطط اسم الشركه وبيلعب باسم الشركه، انا هدور ليه على فريق تاني اديله اسم الشركه؟ بالظبط. انا مش اقصد المقاولين يعني سوري عفوا انبي، انا اقصد عموما بصفه عامه. بصفه عامه انا عامل الفريق ليه؟ علشان تعمل عشان برعى الكره المصريه. بالظبط. خلينا نفكر يعني نفكر ايه الغرض من وجود الفريق؟ بالظبط. هل ان انا بضخ فلوس عشان ارعى الكره المصريه؟ لا، انا بعمله عشان اخدم البيزنس بتاع الشركه بتاعتي. الشركه والعاملين بالشركه. شركه مقاولات. هو برضه نادي المقاولين شركه. دي حقيقه. خلينا نقف عند الحته دي عشان لسه النادي الاهلي واصل حالا ومعانا الكابتن احمد ناجي على التليفون. استاذن حضرتك برضه ناخد رايه في قصه القرارات اللي اعلنت اليوم. كابتن احمد ناجي ازي حضرتك؟ كابتن طارق ازيك وازي ضيوفك؟ الحمد لله على السلامه يا ابو حميد. الله يخليك كابتن، الله يخليك. يعني طبعا انت لسه واصلين ومش عايزين نجهدك ونتعبك، ولكن عايز اعرف رايك او يعني انطباع الجهاز الفني بعد، هل هم عرفوا الاول بالقرارات ولا ما حدش بلغهم لسه؟ في المطار يا كابتن طارق عرفنا. طب سريعا يا كابتن احمد عشان ما اجهدكش يعني عرفت تعبان. انسب قرار اتاخد هو دوت، لان من جميع النواحي ده انسب قرار يعني. لا الدوره التنشيطيه بقى يعني هل النادي الاهلي مشارك فيها ولا مش هيشارك ولا ايه؟ والله ما نشوف الحكم هيصدر قبلها ولا اثناءها، ولا لازم يبقى في حاجه باينه كابتن طارق قبل ما اي نشاط يبدا. طب كاس مصر بدون الدوليين موقف النادي الاهلي برضه؟ لا اصل يعني انا مش هقدر اقول لك موقف النادي الاهلي، لازم هيبقى فيه الجهاز الفني يعني انتوا يعني اتكلمتوا مع بعض مثلا وانت واقف في المطار ولا كاس يعني مستر مانويل برضه يعني فرصه والله يا كابتن طارق ان احنا نتكلم. انا عرفت ده وانا خارج من باب وانا يعني بركب عربيتي يعني، فما ما اتكلمناش. لكن يعني انتوا مستريحين لقرار الغاء الدوري ده بنسبه 100%. ده طبعا أكيد. قرار حكيم جدا، حتى في التوقيتات في الوقت ما فيش وقت يعني. انت عارف ارتباطات المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي ما كان هيبقى تهريج يعني لو حصل ان في دوت. طيب هتبداوا التدريبات على طول يا كابتن احمد استعداد لمباراه افريقيه ولا بعد بكره ان شاء الله يا كابتن طارق؟ بعد بكره. بالتوفيق يا كابتن احمد ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي. واذا يعني يمكن برضو في باشمهندس يعني برضه في ارتياح من النادي الاهلي شويه في قصه الغاء الدوري. هو كان الغاء الدوري 100% هيأيده الاهلي، بس ما بعد كده هو ده اللي هو بعد كده طبعا ما بعد كده دي ممكن استئناف الكاس او دوره تنشيطيه. هو الكاس لازم النادي الاهلي يشترك يعني اعتقد الدوره التنشيطيه دي ممكن 2 3 4 انديه ما يشتركوش يعني زي ما عادي محمد قال وحضرتك قلت. انا في رايي لان انا برضو مستغرب من التقرير بتاع المصري. يعني اصل دي دوره يعني زي ما حضرتك مثلا حضرتك بتدرب فريق والفريق ده مثلا يتعزم يشترك في دوره في الامارات مثلا. مش معنى ان انبي مثلا ما حدش قال لها احنا هنستبعده انبي. بالظبط. الموضوع ما يتشافش كده، دي دوره وديه. يعني هي طلعت نزلت هي دوره وديه. هي انا في اعتقادي ان برضو يعني حضرتك انت متحفظ شويه في الكلام وانا بحترم دي في حضرتك، لكن انا في اعتقادي استشفيت من كلام زي ممدوح عباس وكلام حضرتك ان الدوره دي معموله يعني كاستكشاف فاهمني لقصه استكمال او عوده كاس مصر او عوده النشاط فاهمني يعني بنجس نبض الناس بنجس نبض الدنيا بحيث ان احنا هل يعود النشاط ولا لا. دي من جهه ثانيه ان انا ما بوقفش. ما لهاش جهه ثانيه معلش باحترام حضرتك هي الجهه الوحيده دي انا شايف. في فرق مشتركه في بطوله افريقيه. في فرق مش مشتركين في حاجه خالص هيقعدوا كده يعني. لا طبعا. حضرتك انت مثلا بتدرب فرقه هتعمل ايه؟ ما انت لازم اللعيبه دي تتدرب تلعب عشان. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال. عقود الرعايه مباشر ونفس القصه. انتوا الاثنين يعني ما شاء الله عندكم عدد كبير جدا في المنتخبات سواء الاولمبي او انت عندك 11 لاعب. 11 لاعب. طب هل القصه دي يعني موضوع عدم الاشتراك باللاعب الدوليين في يمكن حضرتك قلت لي في الهوا انت عندك الاثنين الاساسيين الحراس مش موجودين. ما عنديش حراس مرمى وعندك حوالي 9 لعيبه اساسيين تمام موجودين في المنتخبات. موقف نادي انبي في الاشتراك في مسابقه كاس مصر. هنشوف الجهاز الفني هنسال نشوف الكابتن حسام. لا انا هشوف معاه هل اكيد طبعا ممكن. اصل على فكره هي كل حاجه ليها ميزه وعيب. انا ممكن اشوفها كواحد عايز ياخد بطوله هيبقى صعب. بالظبط. انما انا اشتراك في كاس مصر مجرد ان انت بتجرب مجموعه لعيبه جديده. عندي اولا انت عارف ان ما شاء الله انتوا عندنا قطاع ناشئين. ما شاء الله عندكم قطاع ناشئين عريض يعني. فانا ممكن تبقى دي فرصه ان انا اصعد ناس ويمكن في وجوه جديده تطلع. بالظبط. بقى لهم مده مش عارفين ياخدوا فرصتهم. باشمهندس شريف انا بس في نقطه على فكره الاتحاد الدولي مش هيقول راي.
مش هيقول ايه؟ مش هيقول راي في موضوع النادي المصري والاهلي؟ لا لو ما حدش قال لا مش هيقول خالص. بس هو اللي قال كابتن كان معانا على التليفون كابتن رضا بلتاجي، قال لك ان الاتحاد المصري هو اللي هيقول القرار. أيوة. بس مين الاتحاد المصري؟ لا انا اقصد هم ما هو ده اللجنه اللي انا تابعته بتقول ان بعتوا الملف للاتحاد الدولي. لا ده الكلام اللي موجود عندي خبر ان الاتحاد المصري بعت الملف، هيحيل ملف المباراه المصري. الكلام ده مش دقيق، مش صحيح، مش دقيق. هو ده الكلام ده في الاجتماع اللي فات اتطرح ان رفعا للحرج عن الاتحاد المصري. ورفع الحرج ليه يا جماعه؟ انا علشان أنا يعني احنا معلش يا باشمهندس، يعني عايز ليه حرج؟ ايه الحرج اللي فيه؟ يعني في كارثه حصلت في ملعب ما، مش عايزين نقول مصري عشان محدش يزعل مننا، ملعب ما بلاش في النادي المصري يعاقب المسؤول. مين بقى يطلع؟ المصري يطلع، الامن يطلع، الجمهور يطلع. انت في الظروف العاديه حضرتك كلامك ده مظبوط 100%. احنا في ظروف استثنائيه. يعني حضرتك كان بيحصل قبل كده مثلا ان يجي قرار فيتقطع طريق مثلا، يتقطع طريق او يتقفل طريق صحراوي او سكه حديد. ده كان بيتم قبل كده. فانت النهارده في امور سياسيه بتخش معاك في القرار ما هواش 100%. يعني طبعا انا مع حضرتك، بس انا مش مع الهروب، انا مع المواجهه. ده معناه ان انت ممكن السنه لا الكاس يتلعب ولا الدوري يتلعب السنه الجايه. بالظبط. انا بقول لحضرتك لان احنا كتير بيقول لك هنبعت الملف للاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي هقول لك دي بطوله محليه. هم تراجعوا على الكلام ده النهارده، بس يعني عشان بس ما هو ده كلام حضرتك ده مجرد انه يطرح معناه ان احنا يا جماعه عايزين نبقى موضوع بعيد عننا. ده موضوع ان انا عايز اهرب. احنا استاذنكم معانا تقرير عن اللي حصل النهارده في اتحاد الكوره وتعليق المسؤولين عن الانديه عن هذه عايز اقول الاحتفاليه يعني بتاعت النهارده، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اتفضل يا محمد. تم تجميد مسابقة الدوري الممتاز وتم استبدالها بدورة تنشيطية. الهدف من هذه الدورة؟ الهدف منها ان اللعيبة برضو تمارس، يبقى في ممارسة او اعلان ان في امن وامان في مصر. لكن التوقف كده بالشكل ده يعني وقفوا حال الناس كلها. يعني الناس كلها توقف حالها، حتى يعني انتوا كاعلام موقوف حالكم، ما بالكم بالانديه والمستحقات بتاع اللعيبه. النهارده اثروا موضوع المستحقات بتاع اللعيبه، وكان في انديه بتقول لك ان لابد من تخفيض العقود 50%. الكلام ده غير قانوني، لان العقد شريعه المتعاقدين ولا الاتحاد الدولي يسمح حتى. يعني طبعا هتتعمل البطوله دي اللي هي بطوله الشهيد دي، وبعديها في نفس التوقيت هيبقى في مسابقه كاس مصر بدون الدوليين، ودي بطوله الدوليين كان قرار جريء يعني ان بدون الدوليين. كابتن عازم الصراحه استبعدتوا ليه النادي المصري من هذه الدوره؟ يعني زي ما تقول ايه، احنا بنحافظ على النادي المصري في الظروف اللي فيها احتقان دي، واخد بالك؟ بنحافظ على النادي المصري لان في احتقان، لان 75 شهيد، يعني عمليه تقيله. 75 شهيد، حط تحتها 100 خط. عقوبه النادي المصري في درج الكابتن انور صالح، صح؟ عقوبه النادي المصري العقوبه حسب الجرم اللي حصل. ايه هي العقوبه؟ ما اعرفش، بعد 72 ساعة خلاص مفيش دوري، وهيتم استبداله بالدورة التنشيطية اللي هي هتتعمل من 3 مجموعات تمهيدا يعني لاستئناف النشاط ان شاء الله. استاذ عمرو، يعني وصلتوا لهذا الاتفاق باغلبيه الاصوات؟ بص ما قدامكش بديل تاني. يمكن مش عايز اقول اغلبيه، الكل ما فيش حد يعني. ما هو اصل اللي هيقول لا هيقول لك البديل التاني ايه؟ ما هو فيش بديل تاني. انت في عندك لما باستعراض الاجنده الدوليه، باستعراض ارتباطاتك افريقيا والاهلي والزمالك وامبي، ودخل عليك كاس مصر، ودخل عليك المنتخب الاولمبي كمان، فكل الكلام ده ما عندكش وقت. فده السبيل الوحيد اللي هنرجع بيه النشاط، هو ان تعمل دوره بديله. لما تسمع طبعا من العرض اللي اتعرض والفتره المتبقيه والفتره التي يجب ان يتوقف فيها نشاط كره القدم علشان المنتخب القومي وعلشان خاطر ال3 أندية اللي مشتركه في بطوله افريقيا، وتعرف وتحسب الدوري عشان يستكمل ينتهي في امتى؟ هينتهي في نهايه نوفمبر اللي جاي. معنى كده ان نهايه نوفمبر اللي جاي يبقى راح الدوري الثاني اللي بعده. فطبعا يعني احنا لازم نبص المصلحه العامه. هل القرار فرض عليكم؟ اعوذ بالله، لم يفرض اي حد اي حاجه على الناس اللي كانت قاعده في هذه الجلسه. اذا لماذا تم استبعاد النادي المصري؟ لم يتم استبعاده، هو ما جاش.
لم يتم استبعاده. يتم استبعاده من الدوره التنشيطيه؟ لا، مين قال ان هو صعب؟ احنا ما نقدرش نستبعد حد، انما احنا لمصلحه النادي المصري ولمصلحه جمهور بورسعيد وللظروف الامنيه اللي احنا موجودين فيها، وده لمصلحه النادي المصري نفسه، اتخذ قرار انه هو علشان تهدى النفوس ويبقى النادي المصري لما يروح مكان يلعب ما فيش حد في الشارع يحاول يضايقه، نهدي بس الامور شويه. الله أكبر الله